اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البيتزايه الشهيه اللي انتوا شايفينها دي. شكلها حلو قوي وطعمها بقى عايزه اقول لكم ان هي احلى من شكلها. من غير دقيق تماما، حاجه كده سريعه تعمليها في دقايق. تنفع بقى للفطار او العشاء، وتنفع كمان برضو للغدا. ممكن تعمليها وتحطيها في اللانش بوكس للولاد. ممكن تعمليها كده لو انت جايه من الشغل ومستعجله وعايزه حاجه تاكليها. طريقتها سهله وبسيطه جدا. وعايزه اقول لكم بقى ان هي صحيه ومشبعه ولذيذه جدا. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوف الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في الوصفة دي كده انا مش هحتاج غير لشوية خضروات كده مش اكتر. انا معايا هنا شوية فلفل كده، فلفل الوان يعني احمر واصفر واخضر. وكمان معايا بصلاية بس انا هاخد نصها مش هستخدمها كلها. وكمان كده عودين من البقدونس. دي الحاجات اللي احنا هنعمل بيها، وممكن كمان نزود نص طماطمايه مش اكتر من كده. هجيب بقى البلانشة بتاعتي، انا هاخد نص البصلاية دي مش هاخدها كلها لان حجمها كبير شوية. وهبتدي كده ان انا اقطعها بالشكل ده، انا عايزه اقطعها صغير خالص. هقطع البصلايه بتاعتي واحطها في طبق. طبعا انا جايه من الشغل ومستعجله وما عنديش اي حاجه كلها، فقلت اعمل البيتزايه دي بسرعه كده. مش محتاجه وقت ولا مجهود خالص. طلعت شويه الخضار وابتدات ان انا اقطعهم كده في ثواني. وجبت برضو الفلفل كده. الفلفل بقى اللي عندك، يعني عندك بقى فلفل الوان او فلفل اخضر برضو ماشي الحال. انا جبت كده جزء من فلفلايه، حته كده حمراء وحته برضو صفراء. وقطعه برضو من الفلفل الاخضر. وبرضو لو مش موجود عندك فلفل الالوان، استعملي الفلفل البلدي الاخضر بتاعنا هيبقى حلو جدا. بس هو الفلفل الالوان قيمته الغذائيه عاليه شويه. انا قطعت الفلفل بتاعي كده لقطع صغيره زي ما انتم شايفين، وقطعت برضو نص البصلايه. ودلوقتي بقى هاخد عودين البقدونس وهقطعهم. برضو عايزه اقطعهم صغير بالشكل ده. خلاص كده انا قطعت الخضار بتاعي وجهزته، فاضل بس نص طماطمايه هقطعها صغير برضو بالشكل ده. جبت كده بولة وحطيت فيها بيضتين. عايزة بيضتين او 3 اكتر اقل براحتك، دي حاجة ترجعلك. حطيت عليهم ملح وفلفل اسود. وابتدأت اربهم. دلوقتي بقى رفعت طاسة على النار عشان تسخن. وحطيت فيها معلقة من زيت الزيتون. حلو قوي كده. هبدأ بقى اجيب البصلاية بتاعتي اللي انا قطعتها قطع صغيرة. وهنزل بيها بالشكل ده. عايزة اديها تشويحة بسيطة، يعني ما تحاوليش ان انت تغمقيها ولا الكلام ده كله. هديها بس تشويحة صغيرة لغاية ما الاقيها دبلت بالشكل ده. حلو قوي كده. هنزل بقى بفلفل الالوان بتاعي، سواء بقى فلفل الوان او فلفل اخضر من البلدي بتاعنا. مش هيفرق كتير. هنزل بيه بقى واديله تشويحه برده كده. ودلوقتي كده انا مجهزه نص طماطمايه، بعد ما بدي للفلفل والبصل تشويحه بنزل بنص الطماطمايه، هديلها برده تقليبه بسيطه كده من على الفلفل. انا بصراحه ما بحبش الخضار بتاعي يستوي قوي. بحب يبقى فيه قرشه كده. علشان تبقى قيمته الغذائيه برده فيه. دلوقتي بقى هبتدي ان انا احيقهم كده رشه ملح ورشه فلفل اسود. وكمان رشه من الزعتر. بما اننا كده بنعمل بيتزاية يبقى لازم رشة من الزعتر، ولو عندك شرايح من الزيتون حطيها في الوقت ده. انا حطيت شرايح كده زيتون اسود على زيتون اخضر. ولو مش موجود مفيش مشكلة. ودلوقتي كده انا جبت قطعة من البسطرمة. ممكن بقى تحطيها وممكن تستغني عنها، يعني مش اساسية في الوصفة. ممكن مثلا تحطي شرايح من الصدور المدخنة اللي احنا عملناها مع بعض. وممكن كمان تحطي من التركي المدخن. وحطيت كده بقى شوية موتزاريلا. ودلوقتي بقى انا جبت البيض بتاعي. حطيت عليه البقدونس كده، ضفت عليه البقدونس. وابتدأت اضيفه بالشكل ده. ولو عايزة تزودي عن بيضتين مفيش اي مشكلة. انا بجيب كده عيش تورتيلا، بجيبه من السوبر ماركت، بيبقى معمول من دقيق القمح الكامل اللي هو دقيق الاسمر. بيبقى كده موجود عندي في الفريزر، شايلاه للطوارئ. العيش ده انا عملته معاكم قبل كده، هو طريقته سهلة جدا وبسيطة. بس انا الوقت ده ما كنتش فاضية ان انا اعمل. فبطلعه كده وبعمل بيه البيتزا الخطيرة دي. طلعته كده وحطيته بعد ما صبيت البيض على طول، ابتدأت احط الرغيف بتاع التورتيلا ده. بس انا لقيت الرغيف ده صغير شوية، جبت رغيف اكبر. وحطيته. حلو قوي كده. دلوقتي بقى جبت كده الطبق بتاعي وهبتدي اقلب البيتزاية. قلبتها بقى بالشكل ده. وهنزل بيها كده تاني في الطاسة. علشان ادي كده تحميرة بسيطة لرغيف العيش. زي ما قلت لكم رغيف العيش ده او العيش التورتيلا ده معمول من الدقيق الاسمر. خلاص كده هي استوت في دقيقتين يا جماعه، ما بتاخدش وقت خالص. هبتدي كده ان انا اقدمها. بدات احطها كده في طبق التقديم بتاعي. وهجرنشها كده، لان طبعا العين بتاكل قبل البق. مش معنى ان احنا عاملين دايت ناكل كده اي حاجه. لا، احنا عايزين الاكل بتاعنا برضو يفتح النفس، ربنا يكفينا شر سدة النفس. لا، احنا عايزين نفتح نفسنا كده برضو. وناكل اكل حلو بس يكون صحي. شايفين بقى البيتزايه بتاعتنا بجد تحفه. مش تقولي عليها بيتزايه، تقولي عليها كده فطيره. طعمها حلو وريحتها حلوه. وطريقتها سهله وبسيطه، ما خدتش مننا وقت خالص. انا هقطع كده جزء عشان اوريه لكم. هي طريه جدا. مش ناشفه ولا اي حاجه خالص.
بصوا بقى، شايفين بقى الطعامة حلو قوي وسعراتها قليلة. احنا يعتبر عملناها من الخضار والبيض، ما دخلناش حاجة اكتر من كده غير رغيف التورتيلا. ده معمول من الدقيق الاسمر، بيبقى موجود ومتوفر في السوبر ماركت، ممكن تجيبيه وتحطيه عندك. وبرده زي ما بقولك احنا عملناه على القناة، ادخلي برده وشوفي الطريقة بتاعته. بس ده انا بحطه كده للطوارئ، لما بكون مستعجلة بعمل الوصفة دي بسرعة وبقعد اتغدى، بتبقى سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. ممكن تستغني برضو عن البسطرمة، مفيش اي مشكلة. يبقى عملنا الفطيرة دي او البيتزاية دي من الخضروات والبيض، سهلة جدا واقتصادية وسريعة ومشبعة وصحية. تقدري تعمليها في اي وقت في دقايق بس مش اكتر. ممكن كمان تحطيها للولاد في اللانش بوكس بتاعهم وتاخديها الشغل لو انت عايزة. انا بتمنى تكون طريقتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.